بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مثل سنتين يسلم ربي المقرن في الأول صحة فضل نوان صحة رمضان نوان كثير يخبر ربي بمزيدين من الأجر والمغفرة والثواب. سيدي بإذن الله تعالى أريخ داخل من الدرس الأستاذ مسعود قال مش أميال أسل الحد يقول هذا الشيخ اللي تسداوي تسدى البروفيسور دي لونيفرسيتي انتزي وزو سيني مرحبا الشيخ لا سوسيولوجي صار علم الاجتماع دي لونيفرسيتي انتزي وزو يرزق دورنا أميال أسل الحد الدروس الرمضانية كاع تخدم في بسيرين استعرف هذا ويفهم نرى ثقليني فكن انه عاود شطح ان شاء الله هاني فكري ساعات وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته الكرام ومن والاه. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر المبارك المغفرة والرحمة والعتق من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام وصالح الأعمال. في هذا الدرس سوف نتطرق إلى مسألة مرتبطة بالعائلة، بما أننا في شهر رمضان المبارك وهي فرصة يغتنم فيها المسلمون، يغتنم فيها توقيت تاع رمضان والريتم نتاعو لكي يمتنوا العلاقات الأسرية. لأن في هذا الشهر الفضيل عندنا فرصة أننا العائلة تتلاقى، تجتمع على طعام واحد في مكان واحد وفي زمن واحد. هذا الريتم اللي يعطيه الشهر تاع رمضان المبارك. خلال السنة، خلال الأشهر الأخرى تاع السنة، عادة الناس راهي التي بمشاغلها منشغلة عن هذه الأمور، وقلما تجتمع الأسرة في البيت، الأب في العمل، الأولاد في المدرسة، ربما العودة إلى البيت لا يكون بنفس التوقيت. لذلك يعني قلما تتوفر هذه الفرص وهذا التلاقي في المكان الواحد والزمن الواحد على الطعام الواحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. هذا التلاقي عنده أهميته لأنه يجدد العلاقات الاجتماعية ويقويها ويشحذها. كاين هناك دراسات كثيرة تحدث على هذا الأمر، تقول يعني تحبب أو تنصح الأسر باش تبقى متماسكة وتحافظ على هذا الطقس وعلى هذه العادة تاع الاجتماع على الطعام مع بعضها البعض. إذن كاين هناك علاقة مباشرة وعلاقة غير مباشرة بين رمضان شهر العبادة وبين الجوانب الاجتماعية المتعلقة بالأسرة، يمثل العلاقات الاجتماعية سواء داخل الأسرة الصغيرة وحتى داخل الأسرة الكبيرة أو الأسرة الموسعة أو كما تسمى بالعائلة. يعني مرة على مرة الإنسان يعرض باباه الدار، ولا يعرض خوه، ولا يعرض خاله، ولا يعرض عمه، يعرض الفطور، يدي الأجر تاع إفطار الصائم. وكذلك هو شيء محبب في ديننا، يعني دعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه يمتن هذه العلاقات الاجتماعية، يشحنها ويقضي على ما يمكن أن يشوبها خلال العام خلال طول العام. هذا يجرنا إلى الحديث عن الأسرة. علاش الإسلام أعطى أهمية؟ شوفوا رمضان
يعني له علاقة مع العائلة وكيف يحاول أن يلملمها، لأن الأسرة عندها أهمية كبيرة في الإسلام. علاش عندها أهمية؟ لأنها الهيئة أو الجماعة القاعدية داخل المجتمع. كل الخير يخرج من الأسرة وكل الشر يخرج من الأسرة. عندما نتحدث عن الانحراف الأحداث، عندما نتحدث عن الجريمة، عندما نتحدث عن المخدرات، كلها هي مؤشرات على فشل أسرة من الأسر في أداء إحدى وظائفه الأساسية اللي هي التربية أو التنشئة. ولهذا السبب الإسلام أعطاها أهمية كبيرة، أعطاها طبعا من القداسة. الأسرة ليست مؤسسة مدنية فقط، وإنما هي مؤسسة مقدسة في الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وبعض المفسرين يقول الميثاق هو العقد، وهناك من يقول أنه محتوى العقد، ولكن في النهاية هو ذلك العقد الذي يؤسس للأسرة. علاش هذه الأهمية تاع الأسرة؟ لأنها مرتبطة بثلاث عمليات أساسية. العملية الأولى هو نظام الإرث. من خلال الأسرة نعيد توزيع الثروة، والأسرة هي التي تضمن هذا النسب الذي من خلاله نوزع الإرث، لأنها مرتبطة كذلك بنظام النفقة. نظام النفقة هو مرتبط كذلك بالعلاقات الأسرية والعلاقات القرابية. والأمر الثالث أنها كذلك مرتبطة بما يعرف بنظام العاقلة أو نظام الدية. يعني ثلاث مسائل أساسية ترتبط بها الأسرة. يعني إذا كان انفلتت العلاقات الأسرية ما نقدرش نقوم بهذه أو هذه العمليات، لا يمكن أن تتم في فراغ. ولذلك أعطاها الإسلام أهمية كبيرة، وخاصة نظام تاع الإرث اللي هو النظام الذي من خلاله نعيد توزيع الثروة أو نعيد تفكيك الثروة ونعيد توزيعها من جديد، لأن عملية توزيع الثروة هي مسألة حساسة داخل المجتمع، وكل المشاكل عادة هي مرتبطة بها. وفي هذا الأمر هذا نذكر أن أحد مستشارين الرئيس الأمريكي السابق نيكسون، أحد كبار المستشارين، دخل في الإسلام. هو أحد رجال القانون، كان مستشار تاعو، كان أحد كبار الباحثين في القانون في الولايات المتحدة الأمريكية. دخل في الإسلام فقط لما اطلع على المنظومة التشريعية تاع الإسلام، وعلى خصوص ما يتعلق بالميراث، اللي هو يعتبر إحدى معجزات التشريع الإسلامي، الدقة التي من خلالها تم توزيع الإرث. باش الإسلام يحافظ على هذه الأسرة ندير لها ترسانة من القوانين أو من القواعد لحمايتها وضمان استمراريتها. بعض القواعد متعلقة بإنشائها، بعض القواعد متعلقة باستمراريتها، وبعض القواعد متعلقة بفك هذه الرابطة في حالة ما إذا كان وصلت العلاقة إلى نفق مسدود. فيما يتعلق بالإنشاء، لما نتكلم مثلا على إنشاء الأسرة نلقاو الإسلام وضع لنا مجموعة من الشروط. كاين بزاف يعيبوا على بعض هذه الشروط، بعضها التيارات الحداثية يقولون بلي الإسلام ضرب المرأة إلى آخره. من بين هذه الشروط الشرط الأساسي الذي يوجد في كل عقد، لأن هذا العقد نتاع الزواج، إنشاء الأسرة، يتم من خلال عقد ككل، على اعتبار أن الأسرة راهي شخص معنوي ككل الأشخاص المعنويين. الإنشاء نتاعهم يتم عن طريق العقد. هذا العقد يجب أن يتضمن تراضي، يجب أن يكون هناك رضا من الطرفين. عقد مبني على رضا للطرفين. وإن كان بعض الآراء تاع بعض الفقهاء، ولكن هي آراء مرجوحة، يعني التيار العام عند المسلمين لا تزوج المرأة
إلا برضاها، سواء كانت طيبة أو كانت بكرا. لازم يكون هناك الرضا بين الطرفين، لأن هذه حياة وهذه عشرة، ما يقدروش الزوج يعيشوا مع بعضهم هما ما يتفاهموش. ولكن الإسلام لأنه حرص على استمرارية الأسرة وعطى لها الأولوية، يقول في حالة ما إذا حدثت أن أحدهم زوج ابنته من غير رضاها لها الحق في الفصل، يعني عندها الحق تنفصل إلا إذا رضيت بهذه العلاقة قبلتها. الإسلام هنا يقدم المصلحة تاع الأسرة، قل معليش تزوجت من غير رضاها، ولكن إذا قبلت تستمر هذه العلاقة خليها، ولكن مبدئيا يجب أن يكون هناك التراضي أو الرضا للطرفين. هذا التراضي هذا ما يكفيش فيه فقط مجرد النية، كاين هناك ما تسمى بالصيغة، يجب أن يعلن الطرفان عن رضاهم، وهذا الرضا هذا الرضا وهذا العقد يجب أن يكون بحضور شاهدي عدل. لازم يكون كاين هناك شهود باش تكون هناك جدية في الأمر. باش تصبح كاين عقد تاع الزواج كاين هناك شهود. الأمر الثالث وهو الصداق. والصداق ماشي في القيمة تاعو، لأن الإسلام أعطى حرية في الصداق، كل واحد يمد حسب الاستطاعة ديالو وعلى حسب المقدور تاعو. والصداق ليس ثمنا في هذه العملية، ماهوش بري. الصداق هو مجرد شكل من أشكال الهدية، رمزيته يعني نبداو هذه العلاقة بتطيب الخواطر وتليينها ومحاولة ربط العلاقات في ظروف أحسن. الأمر الآخر يعني الصداقة رمزيته أكثر ما هي في قيمته. الأمر الآخر وهو الولي. في الولي عندنا الآراء مختلفة، رضا الولي أم حضور الولي أم إذنه، ولكن احنا ناخذ يعني الولي، الإذن تاع الولي للزواج، وهو أحد الشروط تاع العقد. لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. كاين بزاف يقول لك هذا شكل من الاشكال تاع الانقاص تاع القيمه تاع المراه، كيفاش المراه تلحق تنسب تماج هكذا، ومن بعد لازم واحد يطوريزيها باش تقدر تربط علاقه مع شخص اخر. وهذه وجهه النظر تاعهم، ولكن وجهه النظر يعني في المنطق تاع التشريعات تاع الاسلام فيما يتعلق بالاسره، الولي هنايا ماهوش عامل اوبستاكل، ماهوش حاجز، ماهوش مانع. الولي هو ضمان، هو ضمان لهذه المرأة في حالة ما إذا كانت هناك مشكلة. الولي هذا هو الضامن، هو الذي يتكفل بهذه المرأة ويقوم على شؤونها ويسعى في مصالحها. هذه الأولى. ثانيا، لأن الولي راه ذكر فهو أعرف بالرجال من المرأة، أعرف الرجال مليح، لأن الرجل يقدر يبلع امرأة، ولكن واحد راجل سيكون فصيل باش يقدر يدير. الأمر الثالث أن العلاقة في الإسلام تاع الزواج ماهيش علاقة بين فردين، وهي علاقة بين عائلتين. هذا المرأة راح تدخل واحد السيد إترونجي للعائلة، إذن العائلة هذه اللي راح تجيب لها الإترونجي عندها الحق في الكلمة ممثلة في الرأس ديالها اللي هو الأب ولا من يقوم مقامه. إذن كيفاش تجيب واحد إترونجي ومن بعد راح يعود عنده نفس الحقوق؟ لأن الرابطة تاع النسب الله سبحانه وتعالى للأهمية التي أعطاها الأسرة جعل رابطة النسب ولا رابطة المصاهرة في مستوى رابطة النسب. هذا الرجل هذا هو بعد يقدر يدخل الدار، يقدر يوصل إلى الأماكن اللي ما يقدرش يوصل لها الإترونجي، يعني يصبح جزء من العائلة إلى درجة أنه يمكنه أن يرث في حالة ما إذا كان المرأة ورثت من بابها وبعد توفت الرجل لا يورث منها، ولكم نصف ما ترك أزواجكم وإن لم يكن له ولد. صافي دير السيد هذا يصبح عنده نفس الامتيازات تاع عضو من داخل العائلة. إذن كيف يمكن لهذه المرأة أن تدخل شخصا إلى عائلة، شخصا أجنبيا إلى عائلة دون رضاها ودون موافقتها؟ يقدر يقول واحد يقول لك لا تعطي هذا الحق للولي هذا ولا الأب، معناه هذا يقدر يتعسف في استعمال السلطة، ما بنته اللي جاي يخطبها يقول لها لا. وهذه الحالة موجودة. يقولوا الإسلام يشرع
للعموم ولا يشرع للحالات الشاذة. ورغم ذلك فقد راعى هذه الحالة، وكان ما يسميه الفقهاء بالعرض، في حالة ما إذا كان الإنسان يمنع بنته وليته من الزواج، يمنعها من الزواج من كل ما يجي شخص يخطبها ولا لا، هكاك فقط لأنه عنده يعني من غير مبررات موضوعية، ما كاش أسباب موضوعية، يعني سيد ما يخصو والو بيت فاميليا قدر ينفق إلى آخره، ولكن هذا يسموها العرض. من حق هذه المرأة أو من هذه الفتاة أن ترفع أمرها إلى القاضي أو من يحل محله من ولي الأمر، وهو ينوب عن هذا. ولكن الأصل أن الأب يبحث عن مصلحة بنته، ما يبحثش على شيء آخر. إذن هذه هي تقريبا المبررات التي جعلها الإسلام، جعلها أو الشروط التي جعلها لعقد أو لإنشاء الأسرة. ونشوفوا الإسلام سهل في الإجراءات تاع الأسرة، يعني نحيو هذيك المقدمة، تقدر في نهار تبني الأسرة تاعك، حضور الشهود، حضور الولي، حضور المهر على متفق عليه امام الله، يمكن في لحظة أن تنشئ أسرة. ولكن بالمقابل الإسلام وضع شروطا أكثر صرامة وأكثر قسوة من أجل فك الارتباط تاع هذه العائلة. هذا في حالة إنشاء تاع أسرة، الضمانات التي وضعها الإسلام من أجل إنشاء أسرة. ولذلك في الإسلام ما كانش أسرة خارج المؤسسة تاع الزواج، ولذلك الأسرة نقدروا نعرفها نقولوا هي جماعة قاعدية، هي جماعة أساسية وجماعة أولية تتمحور حول علاقة مشروعة، حين لازم تكون وفق الشروط اللي وضعها الشارع، ومعلنة، مشروعة ومعلنة، لأن الإشهار تاع الزواج هو ثاني أحد المتطلبات تاعو، ومعلنة بين ذكر وأنثى، ماشي بين جنسين متماثلين، بين ذكر وأنثى. هدفها حفظ النسب واستمرارية النسل. هذا بعضها نحكي على الوظائف تاع الأسرة. فالاستمرارية تاع الأسرة هذه على اعتبارها هيئة ومؤسسة لازمها راس ككل الهيئات والمؤسسات، ما تقدرش تمشي هكاك، ما كاينش واحد يصرف. جعل الله سبحانه وتعالى القوامة فيها للرجل، ولكن القوامة شغل الناس تشوف باللي الإسلام أعطى لها حق استبداد الرجل بالمرأة. لا، القوامة هذه هي قوامة تدبير تاع تسيير بالتي هي أحسن. ظاهر في القرآن يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني في القضية تاع الإنسانية راهم متساويين، في الحقوق والواجبات الرجل والمرأة راهم متساويين، وإنما فقط في قضية التدبير أعطى القوامة أعطاها للرجل. العلاقة داخل الأسرة ما هيش علاقة تاع عدل تاع محاسبة كما شركة. لا إله إلا الله
إذا قلنا طبيعة العلاقة داخل الأسرة ماهيش مبنية على المحاسبة، على العدل، واش تقدم أنت واش نقدم أنا، كما الشركة لابور تاع هذا لابور تاع هذا. لا، هي مبنية على المودة وعلى الرحمة وعلى التسامح. هذه قاعدة. ومن بعد واحد الوقت واحد النقاش فتوى هل واجب على الزوجة خدمة والدي زوجها، اسكو راهي في اوبليغاسيون باش لازمها تخدم الاب نتاع الزوج تاعها. الاسره ماشي هكذا، ما مبنياش على هذا الامر هذا. تخدم وين المشكل، ما تخدم بابا وين المشكل. لأن داخل الأسرة العلاقات اللي هي موجودة ماهيش مبنية على العدل كما نقولوا، مبنية على الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. مش مبنية على المحاسبة الدقيقة، باسكو إلا دخلت الحساب داخل الأسرة بدات المرأة تحاسب في راجلها وراجلها يحاسب فيها، يعني هذه العلاقات بين ما راحش تروح. ومن المفروض هذه التي اللي تكون في البروغراماسيون تاع البنت، التنشئة الاجتماعية باش البنت تنجح في حياتها. باباها ويماها يقول لها يا بنتي ما تتحاسبش مع راجلك، ماشي كما مثلا في بعض لا ردي بالك الراجل هذا ما فيهش لامان الى اخره. ومن بعد المراه غير تروح للدار تاع راجلها تبدا مديره الحرب معاه، نهار كامل هي تعس فيه. ومن بعد نلقاو النسبه تاع الطلاق هذه المرتفعه تاع الفشل تاع العلاقات الزواجيه، لان هي كانت عندها واحد الموديل في راسها، واحد النموذج في راسها، بروغرامها عاليه، وبعد تروح للواقع تلقاه ماشي ذلك النموذج. اذا العلاقه بين الزوجين هي علاقه فضل وليست علاقه عدل ومحاسبه، هي علاقه تاع تراحم، هي علاقه تاع موده الى اخره. نجيو الى المرحله الاخرى. الاسلام صح رغب في انشاء الاسره، بل جعلها قربه من القربات. عرفوا الفقهاء لما يتكلموا على الزواج يقولوا تعتري الاحكام الخمسه، في بعض الاحيان يصبح واجبا. الزواج في بعض الحالات يصبح واجبا. اذا الزواج ليس فقط وانشاء العائله ليس فقط هو عمليه عاديه، وانما هو قربه من القربات. الانسان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى من خلال زواجه وانشاء اسره، ومن خلاله تربيته لاولاده، النفقه الى اخره، كلها راه مرجو اليها. اذا فهي قربه من القربات. ولذلك هذه العلاقه الزواجيه في الاسلام هي علاقه يفترض فيها انها مؤبده. مش معنى مؤبده؟ يعني الاصل فيها انها دائمه، والانفصال في هذه العلاقه هو الاستثناء. ولكن كما نعرف الاسلام دين مثالي يعطي لك لو موديل، ولكنه كذلك دين واقعي يعطي لك الحالات المخالفه للواقع ديال الحلول تاعها. نجيو مثلا الى فك الرابطه الزوجيه. الاسلام لما نحكوا الرابطه الزوجيه يطلع الشروط تاعها. الانشاء بسيطه تقدر في نهار تفريها، ولكن باش تفك هذه الرابطه الزوجيه لانها تترتب عليها اشياء كثيره. كاين هناك الاولاد، المصالح تاعهم، التربيه تاعهم الى اخره. اذا فانه وضع شروطا اكثر صرامه من اجل فك هذه الرابطه، ودار لها مده زمنيه اطول. علاش دار لها مده زمنيه اطول؟ دار مده زمنيه يقول لك بالك هذو في يوم ما يتكاكاو ويقول لك لا احنا رانا غلطنا نعاودوا نرجعوا. عقالهم باش يراجعوا هذاك القرار ديالهم، ما يكونش القرار ديالهم هذاك سرعان بعد ما يقدروش يعاودوا يرجعوا فيه. الاولى لما يتكلم يقول وين في حاله النشوز تاع المراه الله سبحانه وتعالى يقول لك الانسان يبدا بالنصح ومن بعد يروح الى الهجر، ومن بعد ونفس الشيء لما تكلم على نشوز المرأة تكلم على نشوز الرجل. يعني امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، صغير نشوز من الطرفين. يقولوا روح الإنسان للوعظ للنصح، ومن بعد يتدرج في الآليات هذه. إلى ما كاش هناك حل خلاص، ما كاش حل. هذه تقدر تدي بالك 3 شهور 4 شهور، بالك تقدر تدي سنة. والعلاقه الزوجيه متذبذبه، ولكن الاسلام لم يتسرع الى فك هذه الرابطه لانها تسبب حتى عداوات بين الاسره الى اخره الى اخره. الى ما كاش الحل فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. والاسلام قال من الاهل. علاش من الاهل؟ باش اذا كاين هناك اسرار، باسكو هذه العلاقات راهي تتضمن اسرار كبيره بين الرجل وزوجته، باش الاسرار هذه ما تخرجش لبرا.
باش تحافظ الأسرة على احترامها على فساد تاعها. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. ما فرقش عن طريق الإصلاح، خلاص صمموا فك الرابطة الزوجية، والرجل صمم فك الرابطة الزوجية. ما قالوش خلاص طلقت روح الدار. هذا زاد الإسلام طلاق الرجعي، طلاق الباين بيننا كبرى، باين بيننا صغرى. والمرأة خلال هذه المرحلة تاع الطلاق تعتد في بيتها، رغم ان احنا شغل جينا كبيرة خلاص يطلق المرأة لا ما تبقى في دار وتروح وكذا. لا الإسلام لا يقول المرأة طلقات تقعد تما في دارها 3 شهور. فربما لأن التقارب الجسدي، السيد هذا ديما يشوف المرأة هذه تما في الدار معاه إلى آخره، يقدر يعاود يراجع في روحه ويستطيع يمكن يعاود يراجع القرار ديالو، وبالك المرأة هذه تستعقل يعاود يرجع. إذا واش نلقاو أن الإسلام سهل عملية إنشاء الأسرة لأهميتها داخل المجتمع، وبالمقابل وضع شروطا أكثر صرامة لم يمنعها. بس ما تقدرش ترغم زوج ما قادرينش يزيدوا يعيشوا مع بعضهم باش يزيدوا يكملوا حياتهم كامله مع بعضهم، يبوظون في الحياة تاعهم. لأن كما يقولوا أفضل حل للزواج الفاشل هو طلاق ناجح. إذا ما كانش هناك أحد لازم نروحوا كل واحد كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرق يغني الله من سعته. فربما كيتفرقوا كل واحد يجيب له من جهه ربي، يجيب له الخير اذا كانت النيه ديالهم صافيه وكان ما فيهاش اشحاف وظلم الى اخره. هذه الاسره هذه عندها مجموعه من الاهداف من الوظائف. عندنا الوظيفه البيولوجيه، اللي هي إعادة إنتاج المجتمع. ما كاش أسرة المجتمع كيفاش ينشأ؟ وهي إعادة إنتاج الذات في حد ذاتها، لأن الأب في نفس الوقت هو وليدو راه يشوف في روحه هو كيفاش نقولوا يعيد إنتاج ذاته من خلال أبنائه. بالك كاين واحد الحوايج هو فيه ما يقدرش يحققهم، ولكن من خلال ولاده هو يستطيع أن يحقق تلك الأشياء التي لم يستطيع أن يحققها. من جانب واحد اخر كاين هناك الوظيفه تاع الحمايه، الوظيفه تاع الرعايه والتنشئه الى اخره. هذه مجموعه من الوظائف تاع الاسره. اذن هذه الاشياء هي اللي تخلي كاين بعض اللوبيات في العالم ديروجيها هذه العائله هذه. ولذلك كاين هناك هذه البرامج لما نسميه ببرامج تفكيك تاع الاسره، لان الاسره عندها اعدائها وحوس يفكوا، لان الاسره هي اخر قلعه لمقاومه الباطل والفساد في العالم. وكاين هذه الاليات هذه اللي كانت فرصه ان شاء الله نتكلموا على التحديات التي تواجه الاسره وكيفاش كاين هذه البرامج التي تسعى الى تفكيكها، لانها تعتبر القلعه الاولى والاخيره لمقاومه الفساد والمفسدين واللوبيات الماسونيه الصهيونيه على مستوى العالم. لم يبقى لي الا ان استسمحكم ان كنت قد تجاوزت الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم المغفرة والهداية والرحمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.